السلام عليكم الدراري. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو هذه غادي نمشيو نديو هاد الكليبه هذه اللي هي بنت بيو بيوا، غنديوها دير دي فاكسان ديالها ونديروا لها نقادوا لها واحد الاوراق باش ان شاء الله دير هاد الكليبه غتمشي لكندا. المهم الدراري اليوم راه عندها الغابيل ديال الفاكسان اللي هو لو 27 في هاد الشهر هذا، غنديو ان شاء الله للفيترينير غنديروا لها الغابيل ديال الفاكسان ونديروا لها الفاكسان د لاغاج ونديروا لها دير لابوس الكترونيك كما غادي تشوفوا في هذا الفيديو. كيجيوني بزاف ديال الاسئله على لابوس الكترونيك، واش كتقدر تلوكاليزي بها الكلب ديالك؟ لا، لابوس الكترونيك كتصلح في جوج حاجات. مثلا بحال هكا الا كنتي باغي تدي الكلب ديالك لشي دوله اخرى، هاد لابوس الكترونيك من كتانجيكتي على الكلب كتقدر تسكانيها في العنق ديالو وكتطلع لك واحد النيميرو دو سيري كما تكونوا شفتوا في هذا الفيديو هذا. هاد النيميرو دو سيري بحال تقول بطاقه التعريف الوطنيه، كتلصقها في هذاك الكودنيت كتكون ملصقو في الكارني دو فاكسان، يعني راه هاد الكارني راه ديال هاد الكلب. الحاجه الثانيه الدراري هو مثلا لا قدر الله مثلا تسرق لك الكلب ديالك ولا تلف لك ولقيتيه وجا مثلا هذاك اللي لقيتيه عنده قال لك لا الكلب ديالي ولا شي حاجه، الا كان الكلب داير بوس الكترونيك تقدر انك تديه عند الفيترينير وتسكاني زعما ديك الجهه اللي كتكون في عنقه فيها لابوس، لا طلع لك نفس الكود اللي في الكارني ديالك اذا راه الكلب ديالك وكتكون زعما كتثبت باللي راه الكلب ديالك، ما قدرش ديك الساعه يتقابح معك. بعد ما الدراري سالينا هذا الشيء كامل بقى لينا دابا نرجع باش ناخذ سيرتيفيكات بون سونتي ونعمر عاوتاني واحد الفورمولير باش نصيفطو. دابا الدراري غادي نمشيو عند لانيمالغي، غادي نمشيو ناخذوا لها شي كاج ديال الترونسبور، نحاولوا نشوفوا شي كاج اللي تكون خفيفه حيت المهم الكلب ما خاصوش يفوت واحد البوا بالضبط، الا فاتو ما يقدرش ديك الساعه يمشي. المهم نشوف شي كاج بحال دابا هذه فيها زعما الباب بالحديد غيكون ثقيل، نحاول نشوف هذه اللي حيت فيها زعما باب البلاستيك غتكون خف. المهم هاد لاكاج تقريبا فيها شي 600 غرام والاخرى اللي بابها بالحديد فيها تقريبا كيلو. المهم هادي تكون احسن، وعاد انها زعما متيسعه الكلب خصو ضروري قال لك يقدر يتحرك في لاكاج وما تكونش مضيقه عليه وما تكونش فايته فوق 115 سنتيمتر، يعني ديك لاكاج ما خصهاش تكون كبيره بزاف. اخر حاجه غندير هي غنعبر الكلبه شحال فيها. المهم كانت فيها قبل 3 كيلو 600 غرام ومع لاكاج فيها 4 كيلو و400 غرام. المهم ما فايتش داك البولي هما عطاوني. المهم شعل راه من نمشي للمطار نصور لكم باش غنصيفطو. المهم الدراري كما كتشوفوا هنايا هذه هي الكليبه اللي دابا ولات سميتها نوازيط. هنايا الدراري كنت غادي نشد التران باش نمشي الدراري للمطار اللي كاين في كازا باش الدراري ندي الكليبه. المهم الدراري باش تعرفوا حيت البولدوغ فرونسي في برا زعما الثمن ديالو غالي شويه، وعاد اون بلوس انه الا كنتي غتاخذ شي فمال ضروري انك غادي كيفرض عليك الفيترينير انك تاخذها كاستري، سينو خاصك تقاد واحد الاوراق ديال الفاج وداكشي باش انك تقدر تخلي الكلبه وما تكاستريهاش، باش حتى زعما ولدات الكلبه ولا شي حاجه يكونوا عارفين بلي الكلبه راه غاسبيغ. يعني تما الا خديتيها من برا كتكون ضروري الكليبه زعما كاستري. المهم هنا الدراري الكليبه من مور ما راك عارفين الدراري من المغرب لكندا راه شي 8 ديال السوايع ديال الطريق. هنا الدراري الكليبه كانت يلاه وصلات وخا صراحه تكرفسات في الطريق ودارت لي بوزوان في بلاصتها وداك الشيء، ولكن المهم اهم حاجه ان الكلبه وصلت بخير. هنايا مازال خايفه كتشوف ناس جداد فهمتوني، والجو تا هو الدراري كيتبدل، خصها الدراري واحد شويه ديال الوقت باش تغيانتيغرا مع لا نوفيل فامي ديالها وتولف الدار اللي غتسكن فيها وتولف كاع الناس زعما اللي غيبقاو يلعبوا معاها وداكشي. المهم اهم حاجه فهمتي تعطي الكلب الحنان في الاول كاغيس بحال هكا حتى يطمئن تخليه يشم، ماشي تشدو هي الدراري كتكيسل فهمتوني. يعني ماشي الواحد خصو يشد الكلب مع يجي يشدو يسد عليه في شي بلاصه الكلب ديك الساعه كيولي يطلع الكلب خايف كيولي عنده موفي كاركتير. يعني من الاحسن ان الكلب خاصو يستكشف تخليه يدور يتسارى يشم هاني المرات الاولاني يدير لك لي بوزون وداك الشيء باش بعدا غير يتطلق الكلب وداك زعما يولف البلاصه الجديده. من بعد راه ديك الساعات تبدا مع الدغيساج تعلموا لا ديسيبلين في البلاصه فين يدير فيها لي بوزون البلاصه اللي لا. المهم الدراري اول حاجه الناس كانوا فرحانين بها بزاف وعطاوها دابا تاكل. المهم كونسيتهم انا بلي كروكيت رويال كانان ديال الميني باش يلاه الكلبه فهمتي حيت باش ما تجيهاش لا دياغي وداك الشيء زعما تكون تبدل لها الماكله. المهم الكلبه هنا راه كانت فرحانه فهمتي كتشوف وليدات الصغار فهمتي يلعبوا معاها وداك الشيء. هانتوما شي الكلب ملي كيبقى يدير دوك لي موفمون بروسك راه فهمتي كيكون باغي يلعب.
والناس الدراري اللي خداو من عندي الكليبه راه كانوا فرحانين بها بزاف، كانوا ديجا وجدوا ليها لي جوي، وجدوا ليها بلاصتها، لاكاج، لي كروكيت، البيسات، حيت شراو ليها تقيشرات صغار ديال الكليبات ديال البولدوغ فرونسي، شراو ليها البيسات ديال السخونيه، حيت عارفين بلي المغرب فيها السهد وكندا فيها الثلج بزاف، يعني خافوا على زعما داك الشونجمون ديال الطومبيراتور مع الكلبه يضربها البرد. المهم ضربوا الحساب لكلشي. كما كتشوفوا دوك التقاشرات مزيانين على ود البرد، باش حتى الكلب لا خرج زعما الثلج وداك الشيء ما يمرضوش ليه لي كوسينات ديالو، حيت هما فخاجيل ما خصهمش الحراره بزاف وما خصهمش حتى البرد بزاف. بحال دابا مثلا من الاحسن ملي الكلب يكون الصهد ما تخرجوش، وحتى من يكون عاوتاني البرد بزاف ما تخرجوش باش ما يمرضوش ليه رجليه من التحت. المهم الدراري دابا راه الكليبه راه كبرات، راه عندها 7 شهور، انا صيفطتها ملي كانت عندها 3 شهور، صيفطتها في شهر 2. دابا الدراري حنا راه في شهر 7 والكليبه راه تبارك الله راه ولات عندها 7 شهور، الكليبه بخير. بالنسبه للدراري لا كولور ديالها فاون ماغ، الكليبه طلعت تبارك الله زوينه بزاف، ستركتور، ستوباج، كلشي ما شاء الله.